انسوا الزفارة اللي في الفراخ، بعد المحلول اللي هعمله معاكم ده مستحيل تلاقي زفارة في الفراخ تاني. يلا نصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. انا عندي 3 فرخات جبتهم متنضفين، طبعا جيت غسلتهم كويس قوي. هنا بنشيل اي زيادات موجوده في الفرخه، الحاجه البيضه اللي هي اسمها زلال دي، وحسب ما انتوا بتسموها، اللي بتبقى تحت الجلد دي لازم تشيلوها وتنضفوها كويس قوي من تحت الجلد. خديها تحت الحنفيه بقى وشيلي فيها اي زيادات موجوده تحت الجلد واغسليها كويس. الحته الزياده اللي بتبقى في الجناح دي برضو لازم تتشال، شيلوها عشان بتزفر الفراخ جدا. الحته اللي في الورك اللي عامله زي الكبده دي شيلوها ونضفوها كويس قوي، اغسلوها بقى تحت الحنفيه كويس قوي قوي قوي. اي زيادات شيلوها، اي دهون مش كويسه زي الدهون اللي بتبقى موجوده في الرقبه دي شيلوها برضو. نضفوها كويس قوي تحت الحنفيه واغسلوها كويس قوي، دي اهم حاجه قبل محلول النقع. هنا رحت غسلتهم كويس قوي ونضفتهم بالطريقه اللي انا قلت لكم عليها. دي ميه حطيت عليها كوبايه من الدقيق، هي ما ظهرتش في التصوير بس هي عباره عن ميه وكوبايه من الدقيق. زودت هنا الميه، هقلبها كويس قوي. هحط ليمون طبعا اساسي، ما تحطوش خل في المحلول النقع، الخل بيثبت ريحه الزفاره جدا، ويعني بتشم ريحه زفاره بعد الخل. ما تحطوش خل خالص في اي محلول نقع. هحط هنا ملح واحط سكر حسب الكميه اللي انتوا هتستخدموها، يعني حطوا له حسب الكميه اللي انتوا شايفينها مناسبه بعينيكم كده. حطيت ملح وحطيت سكر وحطيت ليمون، عود من القرفه، ورق لورا او ورق غار، وكمان 2 3 4 من الليمون المجفف. اقلبهم كده كويس قوي، هنقع فيهم الفراخ على الاقل خالص ساعتين. لو وصلتوا معايا لحد هنا اعملوا لي لايك واشتراك في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. هسيبها بقى منقوعه كده، بس لازم اهم حاجه ان الميه تغطي الفراخ عشان كلها تتنقع، يعني ما تلاقيش زفاره خالص. جربوا الطريقه دي بجد مش هتعملوا غيرها بعد كده.